نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم. نتعلم والعلم سفيرنا بين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في قناة أستاذ همام التعليمية، ومواصلة في برنامج الحصص في الهندسة في كتاب رياضيات الصف الثامن، وحدة السادسة التباين. درس اليوم بعنوان التباين. طيب، تمهيد. بدءا بالقياس، أكمل العبارات المرافقة الأشكال الآتية بوضع الرمز المناسب. يعني تقيس بالمسطرة. نحن طبعا هنا ما حنقدر نقيس، لكن ممكن هناك عندك في الكتاب تقيس، أو بالتقريب. لو لاحظنا إنه الأضلاع دي كأنها متساوية، ضلع ألف باء كأنه يساوي الضلع جيم دال. في الشكل التحت زاوية ألف باء جيم وزاوية دال واو هاء بالتقريب أيضا هم مساويين بدون قياس، لكن لو قستها في الكتاب حتلقاها مساوية. كذلك في الشكل التحت زاوية س صاد عين وزاوية كاف ميم لام بالتقريب مساويات، بالتقريب مساويات. طيب، نجي بدون قياس. هنا بدون قياس أكمل العبارات المرافقة للأشكال الآتية. قال لي الضلع ألف باء بيساوي شنو؟ ضلع ألف باء هذه دي ألف ودي باء. قال بيساوي ألف جيم، وصل لحد هنا. زائد شنو حيكون؟ زائد جيم بقى، مش كده؟ لأنه ألف باء كلها تتكون من جزئين. الجزء الأول هو ألف جيم، والجزء الثاني جيم باء. صحيح؟ لما بقول ألف باء بيساوي ألف جيم زائد جيم باء، زائد جيم باء. طيب، علاقة الضلع ألف باء، ضلع ألف باء كله مع الضلع ألف جيم حتكون يا رمز أكبر ولا أصغر ولا يساوي. بما إنه الضلع ألف باء هو يحوي ألف جيم زائد جيم باء، أو ديل مكوناته، معناته هو أكبر منهم، معناته هو أكبر منهم. كذلك في الشكل التحت، في شكل الزاوية، زاوية ألف باء جيم، الزاوية لازم عشان أسميها رأسها يكون في المنتصف. هي طبعا فيها 3 أحرف، الحرف بتاع رأس الزاوية يكون في المنتصف. طيب، ألف باء جيم قال تساوي نقط نقط ألف باء دال زائد دال جيم دال باء جيم. طبعا ألف باء جيم دي كلها بتكون من زاويتين، اللي هي زاوية ألف باء دال زائد زاوية دال باء جيم، معناتها هاخد هنا علامة يساوي. طيب، علاقة زاوية دال باء جيم دال باء جيم مع ألف باء جيم. طبعا دال باء جيم جزء من الزاوية الكبيرة دي، جزء منها كلها كده. دال باء جيم جزء منها، معناتها دال باء جيم أقل من ألف باء جيم. دال باء جيم أقل من ألف جيم ألف باء جيم. لو قال لي ألف باء جيم مع دال باء جيم بقول ألف باء جيم أكبر من دال باء جيم. كذلك درسنا في الصفوف السابقة في الصف السادس الزاوية الخارجية. في الصف السابع أيضا إنه الزاوية الخارجية بتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين البعيدتين. والزاوية الخارجية هي أصلا امتداد أحد أضلاع المثلث. لو لاحظت الضلع ألف باء مد إلى س، إذا كون زاوية خارجية اللي هي س ألف جيم. هذه الزاوية تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين البعيدتين، اللي هي الزاوية دي، الزاوية دي زائد الزاوية دي. إذا زاوية س ألف جيم تساوي زاوية ألف باء جيم، زاوية دي زائد الزاوية دي زائد زاوية ألف جيم باء، ألف جيم باء. إذا علاقة زاوية س ألف جيم هي زاوية متكونة من زاويتين، علاقتها مع زاوية واحدة منهن حتكون أكبر ولا أقل؟ أكيد حتقول لي شنو؟ أكبر. ممتاز، حتكون شنو؟ أكبر. إذا س ألف جيم أكبر من ألف باء جيم، لأنه ألف باء جيم جزء أو مكون من مكونات زاوية س ألف جيم. تمام؟ يبدو لي إنها وضحت. نمشي لقدام. درسنا أيضا المثلث متساوي الساقين. بيكون متساوي الساقين في حالتين، يا إما تساوي ضلعين منه، أو تساوي زوايا القاعدة، طيب،
أنا هنا بجي أشوف محل الساقين المساويات. طبعا هنا مساوين ج ب تساوي ج ألف. طوالي محل الساقين المساويات في قاعدة المثلث. المثلث عنده رأس، ده رأس المثلث، ودي قاعدة. القاعدة بتاعت الساقين دي الزوايا حقتها مساوية. شنو يعني؟ يعني الزاوية دي والزاوية دي مساويات. يعني بقول زاوية في مثلث ألف بجيم زاوية جيم ألف ب تساوي زاوية جيم ب ألف. ليه؟ زوايا قاعدة في مثلث مساوي الساقين. طيب لو عينت للشكل الثاني المثلث الكبير ده، الأضلاع المساوية هنا شنو؟ هنا عين صاد تساوي شنو؟ صاد س. طوالي أشوف محل القاعدة حقت هذه الساقين. هذه هي القاعدة. إذن زوايا القاعدة اللي هي عين وسين حسميها بثلاثة أحرف شرطا يكون رأس الزاوية في المنتصف. إذن زاوية صاد س عين تساوي زاوية صاد عين س. ليه؟ زوايا قاعدة في مثلث متساوي الساقين. أشوف الساقين وين؟ الساق الأول مساوي وده. طوالي الزوايا حقتهم تحت دي مساوية. الزاوية تحت تكون شنو؟ متساوية. عشان أسمي الزاوية دي ودي لازم أجيها أخليها في المنتصف. يا أقول صاد عين س أو س عين صاد تساوي شنو؟ صاد س عين أو عين س صاد. لازم رأس الزاوية يكون وين؟ في منتصف التسمية. طيب نمشي لقدام. من هنا نعرف إنه التباين هو شنو؟ هو الاختلاف. لما نقول دي أكبر معناتها في تباين، أو أقول دي أصغر معناتها في تباين. إذا التباين هو الاختلاف في الطول أو الدرجة بالنسبة للزوايا أو المقياس. هو اختلاف في الطول أو الدرجة أو المقياس. حتى نظرية التباين قال لي إذا اختلف، أول نظرية، إذا اختلف طولا ضلعين، إذا تباين طولا ضلعين في مثلث فإن الضلع الأكبر تقابله الزاوية الكبرى. أي أن الضلع الأكبر يقابل الزاوية الكبرى، أي أن الضلع الأكبر زاويته أكبر من الزاوية المقابلة للضلع الأصغر. طيب عندنا في نظرية في ضلعين مختلفات. هنا قال لي في مثلث ألف باء جيم، ألف جيم أكبر من بجيم، دي ضلعين مختلفات. طيب لو سألتك الضلع ألف جيم ده مقابل زاوية، طبعا عشان يقابل الزاوية بيقابل الزاوية الما فيها الحرفين ديل، وشرطا أسمي الزاوية في المنتصف يكون رأسها في المنتصف. إذا الضلع الزاوية المقابلة الضلع ألف جيم هي زاوية شنو؟ زاوية شنو؟ ألف باء جيم. ممتاز. طيب أكبر من الضلع باء جيم. يلا لما تعاين للضلع باء جيم الزاوية بتكون مقابلة ورأسها عكس رأسها غير ديل، والرأس قلنا بكون وين؟ في المنتصف. ممتاز. إذا زاوية الزاوية المقابلة للضلع جيم باء هي زاوية جيم ألف باء. عاوزين نثبت الكلام ده، نثبت إنه زاوية ألف بجيم أكبر من زاوية باء ألف جيم. طيب العمل قال لي عين النقطة دال على ألف جيم حيث جيم دال بيساوي باء جيم. عين النقطة دال دي على ألف جيم بحيث جيم دال بيساوي شنو؟ جيم باء. وقبل شوية في التمهيد عرفنا لما يكون في أضلاع مساوية معناتها الزوايا مساوية. فكر معاي، يا تزاوية بيساوي يا تزاوية، الضلع ده ساوي الضلع ده، ديل الأضلاع أو الساقين المساوية. وين القاعدة حقتهم؟ اللي هي س واحد وس اثنين. إذا س اثنين تساوي س واحد. زوايا قاعدة في مثلث متساوي الساقين. ولو لاحظنا برضه للزاوية س اثنين دي زاوية خارجية في المثلث التحت ده، إذا س اثنين حتكون بتساوي صاد زائد عين لأنها زاوية خارجية في مثلث ألف باء دال. إذا كانت س اثنين بتساوي دي زائد دي معناتها س اثنين بتكون أكبر من أي واحدة فيهم براها. إذا س اثنين أقول أكبر من صاد، ولأنه س اثنين كان بتساوي س واحد برضه بقول س واحد أكبر من صاد. ولو لاحظنا لزاوية ألف باء جيم حنلقاها أكبر من شنو؟ من س واحد، لأنه س واحد جزء منها. إذا ألف باء جيم حتكون أكبر من صاد، لا يقتضي ذلك لأنه س واحد أكبر من صاد، وألف باء جيم أكبر من س واحد معناتها ألف باء جيم أكبر من صاد. إذا ألف باء جيم أكبر من صاد حتكون أكبر من زاوية جيم ألف باء، وهو المطلوب إثباته. شوف البرهان خطواته شنو؟ حابدأ بالمثلث ده. في مثلث جيم دال باء عندي أول حاجة جيم دال بيساوي باء جيم من العمل.
طوالي إذا تساوي الساقين ديل زوايا القاعدة دي حتساوي، بقول سين 2 تساوي سين 1 زوايا قاعدة في مثلث مساوي الساقين. والزاوية سين 2 تساوي صاد زائد عين، دي تساوي صاد زائد عين لأنها خارجية في مثلث ألف باء دال. إذن سين 2 حتكون أكبر من صاد، وإذن أيضا سين 1 أكبر من صاد. ولكن زاوية ألف باء جيم أكبر من سين 1. ليه؟ لأنه سين 1 جزء منها. إذن ألف باء جيم حتكون أكبر من صاد. إذن بدل أقول صاد ممكن أسميها بالحروف دي، أقول أكبر من زاوية باء ألف جيم، وهو المطلوب إثباته. البرهان هنا مكتوب برهان في مثلث دال باء جيم، مثلث دال باء جيم. أول حاجة جيم دال بيساوي باء جيم بالعمل، جيم دال تساوي باء جيم بالعمل. طوالي سين 2 تساوي سين 1. ليه؟ زوايا قاعدة في مثلث متساوي الساقين. أيضا عندي سين 2 تساوي صاد زائد عين. ليه؟ زاوية خارجية في مثلث ألف باء دال. إذا كان سين 2 بيساوي صاد زائد عين، إذا سين 2 حتكون أكبر من صاد لأنه دي مكوناتها. سين 2 حتكون أكبر من صاد. أيضا لأنه سين 2 وسين 1 حاجة واحدة، حقول برضو سين 1 أكبر من صاد. ولكن زاوية ألف باء جيم أكبر من سين 1. ليه؟ لأنه سين 1 جزء منها. إذا ألف باء جيم إذا أكبر من سين 1 اللي هي سين 1 كان أكبر من صاد، معناتها ألف باء جيم أكبر من صاد. إذا هي أكبر من صاد ممكن أسمي صاد بثلاثة أحرف اللي هي زاوية جيم ألف باء، وهو المطلوب إثباته. نشوف أمثلة على هذه النظرية. النظرية أنا أطلع منها القاعدة، لقيت أضلاع مختلفة متباينة في مثلث، الضلع الأكبر ده بيقابل الزاوية الكبيرة. يلا عاين معايا المثلث ده. عندي الضلع ألف باء ب10، والضلع جيم باء ب9.5، والضلع ألف جيم ب7. قال لي رتب زوايا المثلث ألف باء جيم تصاعدين. تصاعدين دي كأني طالع للسلم من تحت لفوق. أصغر ضلع هنا وينه؟ ها هتقول لي شنو؟ ألف جيم، صحيح؟ طيب لو قلت لي أصغر ضلع ألف جيم، وين الزاوية المقابلة؟ طوال الزاوية المقابلة وغير الحرفين ديل، والحرف بتاع الزاوية يكون في المنتصف، رأسها في المنتصف. إذا حتكون زاوية باء حسميها ألف باء جيم. إذا أصغر زاوية ترتيب تصاعدي هي ألف باء جيم. طيب بعدها طوالي بعد السبع من ناحية الصغر اللي هو الضلع شنو؟ ضلع شنو؟ جيم باء. تمام. طيب الضلع جيم باء حيقابل زاوية، الزاوية اللي حيقابلها هي الزاوية غير الحرفين ديل اللي هي زاوية ألف دي، وحسميها بثلاثة أحرف شرط الرأس هذا يكون في المنتصف. إذا زاوية شنو؟ حقول شنو؟ يا جيت من جيم ألف باء يا باء ألف جيم، كلها صحيحة. زاوية جيم ألف باء. تمام. آخر زاوية الزاوية المقابلة الضلع الكبير ألف باء، حتكون يا زاوية، حتكون الزاوية دي. طيب الزاوية دي حسميها كيف؟ بكون راسها في المنتصف، جيم في المنتصف. إذا يا قلت ألف جيم باء أو زاوية باء جيم ألف، باء جيم ألف. كده أنا رتبت تصاعديا وحلي ماله صحيح. طيب نمشي لمسألة ثانية. قال لي في ألف باء جيم دال متوازي أضلاع، فيه ألف باء أكبر من باء جيم، أثبت أن زاوية ألف جيم باء أكبر من زاوية ألف جيم دال. نحن رسمنا الشكل هذا له. طيب ده متوازي أضلاع، فيه قال لي ألف باء أكبر من جيم باء، أثبت إنه زاوية ألف جيم باء اللي هي الزاوية دي، شايفينها؟ ألف جيم باء دي تكون أكبر من زاوية ألف جيم دال الجنب هذه. طيب عشان نثبتها نمسك مثلث، نمسك المثلث التحت ده في مثلث ألف باء جيم. عندي زاوية، عندي الضلع ألف باء أكبر من جيم باء طوالي، لقيت ضلع كبير الزاوية المقابلة كبيرة. يلا حتقول لي زاوية مقابلة الضلع ألف باء. أيوة الزاوية دي جيم. الزاوية جيم حسميها كيف؟ أسميها بثلاثة أحرف شرطا يكون رأسها في المنتصف. طيب حسميها كيف؟ يا قلت ألف جيم باء أو باء جيم ألف. تمام. إذا زاوية ألف جيم باء أكبر من الزاوية المقابلة الضلع بجيم. أيوة نشوف بجيم الضلع بجيم هتكون مقابلاه يا تزاوية، أيوة الزاوية غير الحرفين دي، الزاوية دي. طيب الزاوية دي عشان أسميها لازم أجيها يا من جيم يا أجيها من باء. ممكن أقول أكبر من زاوية باء ألف جيم. زاوية ألف جيم باء
أكبر من زاوية ج ألف باء نظرية. عندي الأضلاع المتقابلة في متوازي الأضلاع زي ما درسنا في الحصة الماضية متوازية، إذن ولكن بقول ألف باء، أو بما إن الشكل ألف باء ج د متوازي أضلاع، إذن زاوية ج ألف باء بيساوي زاوية ألف ج ألف ج د بالتبادل. الزاوية دي ودي مساوية بحاجة اسمها التبادل. الزاوية دي شايفينها دي ودي مساوية بالتبادل. بالتبادل ممكن بعد ده اختزل. كيف اختزل؟ في حاجة قاعدة هنا وقاعدة هنا ممكن اشيلها برا. لو لاحظت في نمرة واحد نمرة اثنين ديل في حاجات مشابهة، اللي هي عندي ج ألف اشيلها من هنا واشيلها من هنا. إذا زاوية ألف ج باء حتكون أكبر من زاوية ألف ج د، وهو المطلوب إثباته. بدءا بنبدأ بشنو؟ بالمثال التحت ده. ألف باء أكبر من ب ج، طوال زاوية ألف ج باء أكبر من زاوية باء ألف ج نظرية. بما إنه الشكل ألف باء ج د متوازي أضلاع، إذا زاوية باء ألف ج زاوية دي تساوي دي بالتبادل، زاوية د ج ألف بالتبادل. بعد ذاك بختزل وضع المطلوب إثباته. طيب نشوف برهان الأخير في أو قبل الأخير في درس اليوم. في مثلث ألف في الشكل قال لي ألف باء د ألف ج أكبر من ب ج، ألف ج أكبر من باء ج. أثبت إنه زاوية ألف باء د إذا كان زاوية ألف باء د بيساوي زاوية ألف ج د، الزاوية دي شايفينها دي بتساوي دي، ألف باء د بيساوي زاوية ألف ج د. أثبت إنه زاوية ج باء د تساوي ج باء د أكبر من زاوية ب ج د. ج باء د أكبر من ب ج د، زاوية ج باء د هذه ده أكبر من زاوية باء ج د أو البجاي دي. عشان نجد الكلام ده أول حاجة هبدأ بالتباين. الضلع في مثلث ألف ب ج، الضلع ألف ج أكبر من ألف ب، ألف ج أكبر من ألف ب. طوال الزاوية المقابلة لألف ج وهنا أيوة الزاوية حتكون ب. حسميها كيف؟ يا جيتها من ألف يا جيتها من ج. إذا زاوية ألف ب ج حتكون أكبر من الزاوية المقابلة الضلع ألف ب. أيوة الضلع ألف ب الزاوية المقابلة حتكون شنو؟ زاوية ج يا جيتها من ألف يا جيتها من ب، تكون في النص رأسها أكبر من زاوية ألف ج ب نظرية. نظرية واحد. فوق في المعطيات قال لي زاوية ألف ب د بيساوي زاوية ألف ج د. الزاوية دي ألف ب د دي الصغيرة اللي بفوق دي بيساوي زاوية ألف ج د معطى. بقوم بطرحها من الطرفين. لو لاحظنا إنه زاوية ألف ب ج كلها كده، لو طرحنا منها زاوية ألف ب د تديني الزاوية تحت دي اللي هي زاوية شنو؟ ج ب د. وكذلك زاوية ألف ج د كلها لو طرحنا منها زاوية ألف د ألف ج د تديني زاوية شنو؟ التحت دي بس تديني زاوية د ج ب. لما أطرح إذا بقول زاوية ألف ب ج كلها، ألف ب ج كلها ناقص زاوية ألف ب د تديني زاوية د ب ج أكبر من زاوية ألف ج ب، ألف ج ب ناقص ألف ج د ناقص الفوق دي تديني زاوية د ج ب. إذا زاوية ج ب د أكبر من زاوية ب ج د وهو المطلوب إثباته. شوف البرهان الأخير عندنا. ألف باء ج د الرباعي فيه ألف باء أكبر من ب ج أكبر من ج ألف أكبر من ج د أكبر من د ألف. أثبت أن زاوية ألف د ج أكبر من زاوية ألف ب ج. ده الشكل مرسوم. طبعا هقسم لمثلثين قال لي صل بدل وصلناه. حدد المثلث التحت عندي ألف باء أكبر من ألف د. إذا ألف باء أكبر من ب ج حتكون أكبر من ج د برضه حتكون أكبر من د ألف، لأنه ده أكبر من ده أكبر من ده، معناتها أول واحد ده أكبر منهم كلهم، كأنه ترتيب شنو؟ تنازلي. طيب ألف باء أكبر من ألف د، طوال الزاوية المقابلة وين؟ ألف باء. حتقول لي يا الزاوية دي هسميها كيف؟ زاوية ألف د ب أكبر من الزاوية المقابلة الضلع ألف د، حتكون زاوية، حتكون الزاوية دي هسميها كيف؟ أكبر من زاوية ألف ب د. تمام؟ نظرية. أمسك المثلث الفوق مثلث ب ج د، عندي ب ج أكبر من ج د في المعطيات معطى، ب ج أكبر من ج د معطى. الضلع المقابلة الزاوية ب ج وينه؟ الزاوية المقابلة الضلع ج ب وينه؟ هتقول لي الزاوية دي هسميها كيف؟ زاوية ج د ب. سميها بدون الحرفين ديل، الحرف الثالث ده يكون في النص، زاوية ج د ب أو زاوية ب د ج.
أكبر من الزاوية المقابلة بضلع ج د، يعني زاوية حتقول لي الزاوية دي أسميها كيف؟ أكبر من زاوية ج ب د، أكبر من زاوية ج ب د نظرية. بعد ده بشتغل بالجمع، بجمع اليمين مع اليمين والشمال مع الشمال. اليمين هذا اللي في النظرية 1 زائد ألف د ب زائد زاوية ج د ب. أكبر هاخد أكبر زي ما هي، أكبر من زاوية ألف ب د زائد زاوية ج ب د. ألف د ب زائد ج د ب تديني شنو؟ ألف د ب زائد ج د ب اللي هي دي زائد دي، تديني الزاوية دي كلها، مش كده؟ هتديني زاوية ألف د ج. ألف د ج هنا مكتوبة ب، تديني زاوية ألف د ج. هتكون أكبر من شنو؟ من زاوية ألف ب د زائد زاوية ج ب د. دي زائد دي تديني زاوية دي كلها، هتكون أكبر من زاوية ألف ب ج، وهو المطلوب إثباته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد.